السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أبطال، أهلا بيكم. صباحكم كله بطولات ورياضة وحب وحماس. عليكم فيديو جديد على قناتكم أبطال وبطولات. لو حضرتك مش مشترك اشترك معانا، فعل زر الجرس تجد كل جديد وكل حاجة محترمة تليق بيك. النهارده يوم تاريخي، يوم لا يقف عنده التاريخ ويكتب بحروف من نور. ساعة كاملة للأهلي، مباراة عودة في قبل النهائي في أول بطولة أفريقية من نوعها. إن شاء الله صعود الأهلي النهارده بدفعة جماهيرية كبيرة ضد يعني نقول إيه منافس شرس وقوي صن داونز. صن داونز بيحط نفسه في مكانة الند دايما للأهلي، بما إن الأهلي بطل أفريقيا والمصنف الأول. صن داونز رقم 2 في التصنيف الأفريقي دلوقتي بعد الأهلي. بطولات عنده بطولة واحدة ولكن قوي جدا، بيعمل احسن نتائج في المجموعات، والتمهيدي بيطلع في قبل النهائي في الادوار الاقصائيه بيطلع. وده يعني عايز نقول ايه، ده ان كان الاهلي خرجه مره او هو خرج الاهلي قبل كده او غلب الاهلي، الحمد لله الاهلي كل بطوله يقابل صن داونز ويتغلب على الخمسه مرتين، الاهلي يوصل للنهائي ويفوز بالبطوله. زي ما بتقول ايه فالحسن ان احنا نقابل صن داونز ونلعب معاه ونتغلب منه في الدور البدائي، يعني الادوار التمهيديه او الادوار اللي هي قبل الاقصائيه. ان شاء الله النهارده مباراه تاريخيه بتاريخ 1/11/23. ان شاء الله اليوم ده هنفتكره كلنا، نتفرج على الماتش ده بعد كده ونقول ياه ده كان يوم. الاهلي هيلعب بخطه جديده بتشكيل مختلف عن تشكيل الماتش الاولاني، وان شاء الله هنعمل حاجه محترمه وكوره تليق باسم الاهلي وجمهور الاهلي العظيم اللي النهارده 50,000 مشجع رايحين، وانا واحد منهم. انا بعمل الفيديو ده الساعه 12:30 قبل ما اخرج على الاستاد بساعتين، يعني انا هخرج من هنا الساعه 2:30 عشان اروح الاستاد، من الساعه 3 ابقى في الاستاد عشان الساعه 8 بدايه المباراه. كل جمهور الاهلي رايح بدري متحمس مؤازر لفريقه. في الاهلي جمهور الاهلي مش خايف، عشان في ناس يعني كابتن رضا عبعال واشباهه طالعين بيقولوا جمهور الاهلي خايف يشيل 5 تاني، جمهور الاهلي خايف يلعب صن داونز. لا، لو جمهور الاهلي كان خايف ما كانش راح قطع تيكت وخلص 50,000 تذكره في ارقام قياسيه. الدفعه التذاكر دي على 3 دفعات، دفعه اولى خلصت بعد ربع ساعه 3 شمال، دفعه ثانيه خلصت، الدفعه الثالثه خلصت. جمهور الاهلي متحمس، جمهور الاهلي جاهز. كنت بتناقش انا وواحد صاحبي فبيقول لي التذاكر، قلت له الاهلي لو نزل 100,000 200,000 500,000 هيلاقي، بس فين الاستاد اللي يشيل 500,000؟ جمهور الاهلي جاهز، وكل ما هو ما راحش الاستاد النهارده في ثوره على الفيسبوك والواتساب لتحميس الجمهور وتشجيع بعضهم البعض، ان احنا النهارده عايزين نروح نعمل عظمه، نعمل تشجيع، نعمل نقف في ظهر فريقنا. جمهوره ده حماه في الشده اللي برضه ظهره وهليه درع الامان. هو ده جمهور الاهلي، جمهور الاهلي العظيم. طب في خبر حصري في ترحال جاي من الصعيد من اسكندريه، اكتر من 100 مشجع زملكاوي جايين يدعموا الاهلي بتيشيرت الزمالك، جايين يدعموا الاهلي النهارده. دي جديده، زي ما كان الاهلي بيدعم الزمالك في الماتشات الافريقيه، عوده الروح الرياضيه بين الاهلي والزمالك. اظن لو الحاجه دي او المشهد ده حصل ايام مرتضى منصور كان عمل بوليك على النت وقال دول متآمرين ودول لجان ودول بتوع حسين لبيب وبتوع مش عارف ممدوح عباس وبتوع الخطيب وحاجات كده. لا، جمهور الاهلي والزمالك ايد واحده دايما، زي ما مع بعض، زي ما وقفنا اهلي وزمالك واسماعيلي وكل الجماهير وكل الفرق بتشجع وتدعم فلسطين. ربنا ينصرهم يا رب ويحفظهم، وكل دعواتنا لاهلنا في فلسطين بالخير والسلامه، وربنا ينصرهم ويسدد خطاهم. زي ما جمهور الاهلي ما وقف مع الزمالك في افريقيا، الزمالك رجع يقف مع الاهلي، والمبادره بتاعت كابتن حسين لبيب وكابتن محمود الخطيب بالبروتوكول المشترك وتصفيه الاجواء بعد الشحن الزياده عن اللزوم ايام مرتضى منصور. طبعا احنا عارفين كان المستشار مرتضى منصور كان دايما يعني ايه بيفتعل المشاكل مع الانديه ومع الناس، مع اتحاد الكوره ومع الجمهور ومع نادي الاهلي خصيصا. كان اي حد يعرضه في اي حاجه كان يعمل معاه مشكله، كان بيدخل الزمالك في مشاكل ملهاش لازمه. يعني جمهور الزمالك ونادي الزمالك بعيد تماما عن المشاكل دي، لكن هو كان بيقحمه فيها بما ان هو رئيس النادي، فكان لازم يذكر اسم نادي الزمالك في اي مشكله. ما علينا، خلينا في الصوره الجميله والصوره المحترمه اللي احنا ان شاء الله هنشوفها النهارده في الاستاد. 50,000 مشجع، اعلام، تشجيع، هتاف، مؤازره، وان شاء الله ربنا هيكلل نجاحنا
وجهودنا ان شاء الله بفوز ان شاء الله. انا اتوقع باذن الله تعالى 2-0. وخبر حصري ومهم: عودة احمد عبد القادر وامام عاشور واكرم توفيق للقائمه الرئيسيه للنادي. ممكن يكونوا كمان مشاركين اساسيا. ربنا يسهل الحال ونشوف مباراه كبيره ومباراه قويه، وان شاء الله خليكم معانا واعرفوا كل جديد. كان معاكم احمد زيكو على قناتكم ابطال وبطولات. وحضرتك مش اشترك معانا زي كل جديد وكل حاجه بتطلع في ايديك. سلام عليكم.